الأخوة الحاضرون، الأخوات، أعضاء مجلس الآباء الأفاضل، اسمحوا لنا باسمي وباسم إدارة مدرسة عائشة أن نرحب بتواجدكم اليوم معنا لاختتام عامنا الدراسي 23-24. وقبل أن نقوم بعملية التوزيع لدينا كلمة نريد أن يسمعها الجميع. طبعا هذا العام الدراسي كانت هناك العديد من الصعوبات، وأهم الصعوبات التي واجهت إدارة المدرسة ألا وهي الأساس نقص المعلم. وطبعا في بداية العام إدارة المدرسة ومجلس الآباء واللجان المجتمعية في المنطقة قامت بعمل اجتماع موسع مع أولياء أمور الطلاب والطالبات، وكان هناك اتفاق من الجميع بأن العام الدراسي يدشن بتعاون وتضافر جهود الجميع. للأسف الشديد البعض تخلى عنا والبعض تعاون معنا. عام مليء بالصعوبات، نقص المعلم، نقص الكتاب، الحر الشديد، تعثر المناهج، ولكن تحدينا جميع الصعاب بفضل الله أولا سبحانه وتعالى، وبفضل الرجال الشرفاء الذين مهتمين بالعملية التعليمية والتربوية داخل المنطقة. ولكن نجد دائما بأن أولياء الأمور للأسف الشديد يقولون ما لا يفعلون. البعض منهم أسسنا مساهمة مجتمعية قيمتها 5000 ريال في السنة. البعض مشكور دفع وهو راضي ومتعاون ويمد يد التعاون معنا، والبعض مستنكر وزعلان ورافض هذا الشيء وكأننا طلبنا الملايين، رغم أن أولادهم البعض منهم يدرسون في المدارس الخاصة ويدفع ولي الأمر 400,000 وهو مرتاح نفسيا. ولكن مدرسة عائشة طلبت 5000 ريال فقط، قامت القائمة ولا قعدت. ليش؟ ظروفنا صعبة، مش قادرين. كل البلاد تعيش هذه الظروف الصعبة، وهذه 5000 ما بتزيدش ولا بتنقص حاجة. هذا بالنسبة للأساسي. جينا للثانوي طلبنا قيمة الباص اللي يحلوه البنات للشعب، خرجت العديد من التعثرات. الأيتام والفقراء واللي ما عندهمش إمكانية. طيب كيف تشتري المدرسة تشتغل وما فيش تعاون؟ طالب هذا اللي يتعلم يشتري معلم، هذا المعلم يشتري راتب، إجراءات الامتحانات وغيرها 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 من هذه الأشياء. للأسف الشديد نشعر بخذلان من مجموعة كبيرة من أولياء الأمور، وكأن المسألة لا تعنيهم من قريب ولا من بعيد. ولكن نقول هكذا نكرر بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الرجال الشرفاء الذين ساعدونا وتخطينا بفضلهم الصعاب وأتممنا العام الدراسي. ولكن نطمح العام القادم بأن آلية العمل تتغير ويكون هناك اتفاق بالمكتوب. نصل إلى هذه المرحلة يكون اتفاق بالمكتوب ما بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة. علشان ابنك يتعلم لازم تساعد، لازم تمد يد العون لإدارة المدرسة، ما تبقاش مكتوف الأيدي وتتفرج وكأن الأمر لا يعنيك لا من قريب ولا من بعيد. عندي أيضا ملاحظة وعتاب على الأمهات الآن اللي واقفين أمامي. الطالب في المدرسة مثل الجندي، زيه المدرسي شعاره. أنا أشوف الآن مجاميع كبيرة بالطالبات لابسين عبايات، وأنا أقول للمعلمات أي طالبة جاءت اليوم بالزي العادي ملهاش نتيجة عندي، ملهاش نتيجة عندي. ترجع بكرة بزيها المدرسي وتستلم. الأمهات اللي يشجعوا الطلاب بلبس الثياب العادية ده الكلام مش صحيح يا خواتي، هذه ليست تربية. الطالب شعاره زيه المدرسي، مثل الجندي، مثل العامل، هيئته، شخصيته، هويته بثيابه مش بثياب العيد. كيف تشتري رب الأجيال؟ كيف نشتري صنع أجيال تحترم النظام، تحترم القوانين، تحترم
النظام. وللأسف الشديد أمهات شجعوا أبنائهم على ذلك. ما بطولش عليكم، الجو حار، بنستغل الكهرباء. بنبدأ الآن بعملية توزيع الشهادات، وبنبدأ من مرحلة الصف الرابع.